نعمت، انت بتنسي مركزك ولا ايه؟ انت جايه تهزقيني في بيتي؟ بيتك؟ ايوه بيتي. لا، البيت ده ما بقاش بيتك، وانا ما بوقعش، والمفروض انك تطلعي من دماغنا بقى. واذا كان الراجل محرج يقولك فانا بقولها لك اهو. انا متجوزاه، هو اللي يقولها لي مش انت. يا سلام. طب يا ست هانم، ضيفي لمعلوماتك ان جوزك مسافر بكره فرنسا، هيقضي شهر العسل مع نجوان هانم. ارجو انك تكوني موجوده هناك وتشوفيهم بنفسك. ها، ما تنسيش. يعلن مطار القاهرة عن قيام الرحلة رقم 202 المتجهة إلى باريس، وعلى السادة الركاب التوجه إلى باب 6. مع الشكر. Cairo Airport would like to notify passengers on trip number 202 destination Paris to go to gate 6. Thank you. اتفضلي يا نجوان، اتفضلي. ميرسي. ها نقول لكم باي باي بقى، نشوف وشكم بخير. مع السلامه يا نجوان. باي باي يا حبوبه، باي باي. مع السلامه يا محمود. مع السلامة يا راجل. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا كريم. خلي بالك من المكتب. اطمن خالص يا محمود بيه. كل اللي قالته راجية مظبوط كده يا محمود، كده اهو. مالك يا ست؟ في حاجة؟ بتعيطي ليه؟ يا ست، يا ست، الإشارب وقع منك. اطلع يا اسطى، اطلع. نرجع على الزمالك مطرح مركبتي؟ لا، وديني المنصورة، الله يخليك، وديني المنصورة. ياه، ده مشوار طويل قوي، بس دي مقاولة ملهاش دعوة بالعداد. زي بعضه، بس وديني. فينا حتة في المنصورة. هي بعد المنصورة بحوالي 5 كيلو. أفندم. الست نعمة عبد الصمد موجودة؟ لا، مش موجودة. مين عايزها؟ أنا المحضر. خير يا حضرة، في إيه؟ معايا ورقة طلاقها. طلاق مين؟ الست نعمة عبد الصمد. معقولة دي؟ أنت متأكد؟ جراية يا أخينا، هي الأوراق الرسمية فيها هزار. لا حول الله يا رب. معلش، اعذرني يا حضرة. تستلم ورقة الطلاق؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا أستلم حاجة زي كده؟ مش مستلم حاجة. أنت حر، من حقك ما تستلمش. هنبعت لها جواب مسجل على عنوانها هنا وتستلم ورقتها إداري. يا ساتر، هتبلغها؟ يا ساتر يا رب، أعوذ بالله. لا هبلغها ولا هقول لها حاجة زي كده خالص، وكأني ما سمعتش منك كمان. طب سلام عليكم. سلام. أعوذ بالله. يا ساتر يا رب، أنا أقول لها حاجة زي كده؟ أنا مش قادر أصدق. ظروف ايه دي؟ الدنيا مقلوبه. دنيا ايه اللي مقلوبه؟ ابويا نايم لان نشرتي في الدره وحلف لا يقتله. يقتلوا ليه؟ حكايه طويله قوي يا خالتي، هحكيها لك دلوقتي. المهم ما حدش هيخلي ابويا يرجع في كلامه وما يعملش العمله دي غيرك انت، بس على الله ما يكونش قتله. الست نعمة جت اهي. صحيح؟ اهلا يا حبيبتي، واقفلك على السكه من بدري. الحمد لله انك جيتي يا اختي. شاطر يا رفاع. فين عبد المجيد؟ تعالي يا ست، الحكاية اتأزمت والنشرت عرف وبيقولوا مسلح رجالته وهتبقى حكاية. فين عبد المجيد؟ ماني ماشي معاك اهو يا ست نعمت. هو فين؟ اهو هناك اهو. خليكوا انتوا هنا، محدش يجي، سيبوني انا معاه. يا عبد المجيد، عبد المجيد قوم معايا. أنا مش هتحرك من هنا. يعني ايه مش هتتحرك من هنا يا عبد المجيد؟ هنبقى مجرمين على اخر الزمن، هنبقى قتالين قتله. هو اللي ابتدى بالشر، اللي حصل لنا ده كله من تحت راسه. كفايه يا ست نعمة، كفايه التشتيت اللي احنا فيه ده، واللي يرشك بالميه يرشه بالدم. ده راجل اذاكي واذى عيالي في لقمه عيشنا، وانا ما عنديش حل غير كده. يا عبد المجيد فيه حكومه وفيه بوليس، ما احناش في غابه هنا. واللي عمله ده اسلوب بني ادمين، اسلوب ناس. هو واخدها ايه؟ عافيه؟ الحمد لله العافيه موجوده. قوم يا عبد المجيد، بلاش الكلام الفارغ ده، ما تضيعش نفسك، قوم معايا. انا مش مهم، المهم عيالي اللي كانت عايشه في امان وضاع منهم الامان. الله يلعنه ويلعن اللي زيه. يا عبد المجيد قوم معايا، انا قلبي خلاص اتقطع، مش عايزه النهده، مش ناقصه وحياة ابوك. قوم معايا، مش معقول نيجي هنا بيك ونرجع من غيرك يا عبد المجيد. اتفضل قوم بقى. لا مش هقوم. يبقى هقف هنا قدام البندقيه، وقبل ما تدوس على الزناد هاخد انا الرصاصه. يا ست نعمت، يعني نسيب طرنا؟ قلت لك فيه 100 تصريف وتصريف. يا ست نعمت سيبيني في عرضك اشفي غليلي.
قبل ما هتشفي غليلك هتكون قتلتني انا يا عبد المجيد. هقتلك؟ ده انا وعيالي لو اطول ايد صابع العشر الشمع علشانك كنت قلتهم. ده الواحد يفديك بحياته وهو سعيد يا ست نعمت. طب قوم يا عبد المجيد، قوم تعالى معايا يلا. حاجي معاكي، بس لازم نشوف لنا تصريف. ان شاء الله. يلا بس. يا خبر، ايه اللي حصل ده؟ مش بقولك يا ست نعمت؟ شهرين يخلوا المزرعة اللي كانت زي الفل بالشكل ده؟ مش كفاية الأرض؟ هو بإيدنا ايه يا ست؟